تعالى اقولك بقى على تتبيله حلوه قوي للفراخ المشويه في البيت. طعم وريحه بجد هتقلب الدنيا. والفراخ بتطلع معاكي طريه ومستويه ومش ناشفه خالص، ولحمها ابيض زي ما انت شايفه كده، وما بتاخدش وقت خالص. يعني انا جاهز التتبيله بس وهندخلها الفرن. ما شاء الله طالعه جميله قوي. انا هنا استخدمت وراك فراخ، انت ممكن تستخدمي فرخه كامله، بس اهم حاجه يكون وزنها من كيلو ونص ل2 كيلو بس. هنبدا نعمل فتحات كده بسكينه رفيعه كده، ابدا انغز الفراخ كده عشان التتبيله تدخل فيها بالشكل ده. وعصرة ليمونة كده على الفراخ بتفتح لونها وتخليها حلوة قوي. ابدا اجهز التتبيله بقى. معايا بصلتين وقرنين فلفل، واحد حار واحد بارد، واتنين حبه من الطماطم، وحوالي 5 6 فصوص توم كده. ممكن اضربهم في الكبه او في الخلاط، بس اهم حاجه تتضرب كويس جدا، تبقى ناعمه قوي زي ما انت هتشوفي شكلها بالظبط كده. اهم حاجه تفرميها ناعم بالشكل ده. هبدأ أصفيها، لأن لما بتشوي الفراخ وهي التتبيلة كده مش متصفية، الحاجات دي بتتحرق في الفرن وما تبقاش حلوة خالص. فانت خدي المية بتاعتها بتبقى حلوة قوي. وبعدين هنزل في بولة كده بالمية الخضار ديت، واضيف عليها كوباية من الزبادي، واضيف عليها بهارات ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره، ومعلقه من بهارات الفراخ المشويه، ومعلقه من الجنزبيل البودر، وثلاث اربع معالق كده من زيت الزيتون او زيت النباتي، ومعلقه كبيره من العسل النحل، ومعلقه كبيره من المستردة. الريحه بقى هتشم الريحه حلوه قوي. وضيفي عليها كمان معلقتين من الصلصه، وقلبي الخليط ده كويس كله مع بعضه كده. وابدأي بقى شم ريحته. بجد هتعتمدي الوصفه ديت للفراخ المشويه، لان طعمها حلو قوي. ممكن بقى تعملي الفراخ من بالليل وتسيبيها في التتبيله دي من بالليل، بتطلع حلوه قوي وشاربه من التتبيله كويس جدا. او اقل حاجه 4 ساعات، يعني 4 ساعات قبل الشوي او ليله كامله. هنا انا بيتها ليله وطلعتها تاني يوم في شوايه بقى. لو عندك شوايه زي ديت كده، او ممكن تشوي في الصينيه عادي، في الصينيه اللي انا مغلفاها بالفويل دي، ممكن تشوي فيها ترص الفراخ فيها عادي، او في الشوايه دي. وتكوني مولعه الفرن، الشوايه بس على اعلى درجه حراره، وادخل الصينيه ديت على الرف اللي فوق الصاجه من تحت، واسيبها بقى كل شويه ادهنها من التتبيله دي لحد ما تستوي كويس جدا معايا، وتطلع معايا حلوه قوي بالشكل ده. خدت معايا هنا حوالي ساعه ونص. انت ابدأي نغزي فيها بالسكينه كده عشان برضو تستوي وما يبقاش فيها اي حاجه. وممكن خطوه الفحم دي اختياري، مش عايزه تحطيها بلاش، بس هي بتدي ريحه شوي الفحم كده للفراخ، بتبقى حلوه قوي. قدميها بقى مع رز بسمتي او مع مكرونه او بعيش جنب سلطه الطحينه. انا عملت لها سلطه بصل كده، بتبقى حلوه قوي جنب المشويات. بجد جربوا الوصفه وان شاء الله تعجبكم. واتمنى بس تدعموني بلايك ومتابعه للصفحه ومشاركه للبوست. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.